السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا مزيان وفي أحسن الأحوال. في وصفة اليوم غادي نقدم معكم وصفة شتوية ولكن من نوع آخر. الوصفة اللي دارت ضجة في مواقع التواصل. غادي نحضر معكم ديسير اقتصادي بجوج المكونات فقط اللي كيجي زوين لذيذ وصحي. خليكم مع الوصفة، تابعوها حتى الأخير وما تنسوش تخليوا لي لايك، وإلا كنتوا جداد في القناة ما تنسوش ديروا اشتراك باش يوصلكم كل جديد. في مقادير هاد الديسير غادي نحتاج الكاكي، هو المكون الرئيسي ديال هاد الديسير. كيف كتشوفوا عندي 3 الحبات كبار ديال الكاكي، واللي ضروري ما يكون طايب باش كتنجح معنا هاد الوصفه. غادي نقشر هاد الحبات ديال الكاكي. كيف كتلاحظوا مع الحبات ديال الكاكي كيكون داخلهم الطياب مزيان، يعني كيتحيد القشر ديالو بسهوله. ممكن نحيدوه بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. من بعد ما كنقشرو كنقطعو باش كيسهل لي نطحنو. وكيف كتشوفوا هنايا في الطريقه الثانيه ديال التقشير ديالو ممكن نقشروه بهذه الطريقه، يعني فحال لافوكا. كنجيبو معلقه وكنحيدو غير اللب ديالو وكيبقى داك القشر بوحدو كنحيدوه. صافي من بعد ما قشرت داك الحبات ديال الكاكي غادي نطحنهم هنايا بالبغا ميكسور. ممكن نديروه في الهاشوار او في الكاس ديال العصير. انا هنا غادي نديرو بالبغا ميكسور. من بعد ما طحنت الخليط ديالي مزيان غادي نضيف له نصف لتر ديال الحليب. كيف كتشوفوا الكميه اللي درت 3 الحبات كبار ديال الكاكي مع نصف لتر ديال الحليب. غادي نرجع نطحن كل شيء باش كيتجانس لي داك الحليب مع الكاكي. هنا غادي نبدل هاد الاناء حيت عمر وما غاديش نلقى راحتي باش كنطحنو. غادي نخوي في واحد الاناء اللي كيكون كبر منه، هكا كنتاكد ان الخليط تطحن مزيان. كيف شفتوا معايا في مقادير هاد الفلون احتاجيت غير الكاكي والحليب جوج المكونات. ما كنضيفوش السكر حيت دوك الحبات ديال الكاكي مع كيكونوا طايبين مزيان كيكونوا اصلا حلوين وما كنحتاجوش نضيفوا السكر. بالنسبه للناس اللي بغاوها تكون زايده حلاوه غيضيفوا ملعقه واحده ديال السكر اولا كيعوضوها بملعقه ديال العسل. هكذا كتكون عندنا وصفه صحيه. صافي هنايا من بعد ما طحنت الخليط مزيان كنخوي هاد الخليط ديال الكاكي والحليب في واحد القالب اللي كيبقى على حسب الرغبه. انايا درت هاد المول العجيب. ممكن نديرو غاز ليفات صغارين او لا الحاجه اللي بغينا نقدمو فيها هاد الفلون. كنخوي الخليط كامل وكنغطي هاد المول هذا بكيس ديال البلاستيك وكندخلو للثلاجه. كنخليه حتى كيبرد مزيان وكيقبض في راسو. تقريبا كيحتاج لي 4 ديال السوايع كيكون عندي واجد. من بعد ما دخلته للثلاجه وخليته حتى كيبرد مزيان وكيقبض في راسو كنخرجو. تقريبا احتاج لي 4 ديال السوايع. كيف كتشوفوا هنايا قابط في راسو كيجي فحال الفلون تماما. صافي هنايا كيكونوا هاد الجوانب كيتحيدوا بسهوله. غادي نقلبوا في هاد الصحن ديال التقديم كيتقلب بسهوله. وهكذا كنكونوا حضرنا فلون او لا ديسير اللي كيكون ساهل بزاف ما كياخذش معنا بزاف ديال الوقت في التحضير. المكونات ديالو في المتناول كيجي اقتصادي لذيذ صحي بلا اضافات وبلا فلون وبلا كريمه. وصفه اللي سهله وتستحق تجربوها ومتاكده غادي تعجبكم.
حتى لهنا نكون وصلنا لنهاية الوصفة. نتمنى تكون هاد الوصفة خفيفة ظريفة على قلوبكم. ما تنسوش تخليوا لي لايك باش تشجعوني ننزل لكم وصفات اكثر، وتشاركوا في القناة الى كنتوا جداد. نتلاقاو في وصفة جديدة. السلام عليكم.